فقرة 5 من هذا القانون. نعم. تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل. من اللي يقول؟ هذا اللي اعتراض، انت شنو ردك عليه؟ ليش؟ هل انه تشريع الله والدين السماوي وتطبيق مذهبه بالارض يعتبر طغاء شخص على شخص اخر؟ ليش ما نقول هسه اللي جاي يصير بهذا القانون الحالي الموجود، ليش ما صار بالميزان اختلت؟ صارت حقوق المرأة كاملة وحقوق الرجل غير كاملة، وسلب حضانتها. حقوق المرأة؟ لا ما يمسنها. من الفقرة الثانية والعاشرة. من يمسنها استاذ؟ يا حضانة الام، من قال احنا حنسلب الام؟ الذين يخصون الحضانة؟ استاذ عفوا، لا المسرحة انه قالوا انه هاي مشفرات الى اخره. القانون صيغة بصيغة محترفة جدا وواضحة أمام الملأ، أما أنه إحنا نسلب حق ونعطي حق، لا. العدالة الإلهية موجودة، والعدالة بالقانون الجعفري موجودة، وأيضا سواء كان المرأة أو كان الرجل. فهذا إحنا كانت فرحتي كبيرة أنه أول شيء تطبيق العدالة الإلهية بالأرض. أنا أقول العدالة الإلهية بالأرض من ناحية، من ناحية أنه الطفل أو الحاضن راح يكون مراعاة بين الأم والأب. وأيضا أكبر فرحة اللي أنا فرحتها بصراحة وحاسة انتصار إنه جدا إلي عظيم، إنه صارت أم الشهيد وأبو الشهيد وعمته متابعة المحظون. هسه حاليا بالقانون الحالي ما موجود، بس بالقانون الجاي إن شاء الله راح يكونون